السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. حديثنا اليوم عن صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا بالمدينة المنورة. هذه الشخصية العجيبة الغريبة يخرج علينا كل فترة ببعض الفتاوى الشاذة والمنحرفة وببعض الأقوال المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، بل مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. لا أدري، هو يبحث عن ترندات لكي يرفع رصيده حتى الناس تتكلم عنه، لأن الآن هو بتصريح جديد له وبانحراف جديد له أصبح حديث الساعة في السوشيال ميديا. أو هو جاهل، وأنا لا أعتقد أن يرضى أن يقال عنه أنه جاهل. يعني لو قلنا يا مغامسي أنت جاهل، اجلس انطمر لا تتكلم عن الدين، ما يقبل، يقول أنا إمام عصري. آخر طوامة أنه يمدح في الإباضية، وهي من فرق الخوارج المنحرفة المخالفة في كثير من مسائلها لعقيدة أهل السنة والجماعة. نأخذ كلامه ثم نعلق. يقول: أذكر ولله الحمد محمد أبو زهرة الإمام المصري المعروف رحمة الله عليه، كان يدرس في الدراسات العليا في جامعة الأزهر المذاهب الفقهية، فأطال المحاضرات، فأصبحت هذه المحاضرات كتابا فيها الإمام ابن حزم والإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجعفر وجابر بن زيد عند مذهب الإباضية، وعندي نسخة من المذهب وأتأمله وأقرأه، وأنا أجل هذا المذهب وأحبهم، وليس بيني وبين أحد من أهل الإسلام خصومة. جابر بن زيد طبعا مذهب الإباضية، وعندي نسخة من المذهب وأتأمله وأقرأه، وأنا أجل أهل هذا المذهب وأحبهم ثم يقول: لا أريد أن تكون بيني وبينهم خصومة، ولا يلزم أن أؤمن بكل ما يقولونه، لكن أنا لم يكلفني الله أن أكون حكما بين خلقه. طبعا هذا الكلام سخيف جدا، لا يقوله إنسان فاهم منهج أهل السنة والجماعة. ولا يلزم أن أؤمن بكل ما يقولونه، لكن أنا لم يكلفني الله أن أكون حكما بين خلقه. يعني هذه نقطة أنا أعرفها من نفسي، ما كلفني الله أن أكون حكما. ومن قال لك أن الله كلفك حكما؟ يعني هذا الكلام إن دل على شيء وإنما يدل على أن هذا الإنسان أن فهمه لدين الإسلام فهم ساذج ومتخلف عقليا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إيش علاقة الموضوع أن تكون حكم؟ بيان الحق من أوجب الواجبات، وبيان منهج أهل السنة والجماعة، والرد على أهل الباطل وانحرافاتهم من دين الله عز وجل، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب النصيحة. فكيف بعاقل يقول هذا الكلام؟ يعني انظروا كيف يتملص ويهرب من بيان الحق. طيب أنت لست حكما، الله ما كلفك حكما، طيب لماذا تخرج وتمدحهم؟ أليس هذا جعلت نفسك حكما؟ يعني في الذم لست حكما، في المدح أنت حكم. يعني هذا تناقض. أنت ترد على نفسك، تمدحهم وتقول أنا أحبهم وما أريد يكون بيني وبين أي شخص عداوة. كل هذا لا تدخله أن الله كلفك أن تكون حكما. وعلى أي أساس حكمت بمدحهم؟ انظروا إلى تلاعب وخبث هذا الرجل لا يقل خطرا عن من هو على شاكلته، مثل الكيالي، وسيد يوسف، عدنان إبراهيم، أحمد عمارة، وغيره من الضالين والمنحرفين. وآخر صابر مشهور اللي بين على حقيقته من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفعله أيضا هذا الشخص، وسوف أبين لكم أنه يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لكن لا عجب من هذا الشخص. هذا الرجل لو نذكر طوامة ألفنا كتب وألقينا دروس ومحاضرات، يمدح الصوفية، يمدح الشيعة، وها هو يمدح الخوارج. بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة، يؤمنون بالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، وبالجنة ثوابا للطائعين، وبالنار ثوابا للكافرين، ويضحون. يحلل بكيفه ويفتي بكيفه، وكل ذلك مخالف لأصول صحيحة وصريحة في القرآن والسنة، ويعرفها أقل طالب علم ممن تفقه منهج أهل السنة والجماعة. فأنا أقول للمغامسين: هل تعلم أيها المغامسين أن الإباضية تقوم على أصول المعتزلة الخمسة التي تتضمن تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وخلق العبد فعل نفسه، وإنكار صفات الخالق سبحانه وتعالى، وتقديم العقل على النقل؟ فهنا أريد أن أمر في شرح سريع وبسيط عن فرقة الإباضية. هي من فرق الخوارج، وليسوا من غلاتهم كالأزارقة، ليسوا من غلاتهم، ولكنهم يتفقون مع الخوارج في أصول عديدة، منها تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. وتنسب الإباضية إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي، الذي يعتبر نفسه امتدادا للمحكمة الأولى من الخوارج، وكانت لهم صولة وجولة في جنوبي الجزيرة العربية حتى وصولا إلى مكة والمدينة المنورة، وانتشر مذهبهم في الشمال الأفريقي بين البربر، وكانت لهم دولة عرفت بالدولة الرستمية وعاصمتها تاهرت، وحكموا الشمال الأفريقي قرابة 130 سنة حتى أزالهم الفاطميون العبيديون، ولا يزال تواجدهم في وقتنا في كل من عمان وليبيا وتونس والجزائر، وخاصة في وادي ميزاب وواحاتها الصحراوية، وفي زنجبار بتنزانيا. ومن معتقدات الإباضية بغض النظر عما تقدم إنكارهم لرؤية الله في الآخرة. صفات الله ليست زائدة على ذات الله، ولكنها هي عين ذاته. يؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا كالميزان والصراط وغيرها. يعتقدون أن أفعال الإنسان خلق من الله واكتسب من الإنسان، وهم بذلك يقفون موقفا وسطا بين القدرية والجبرية. ومرتكب الكبيرة عندهم كافر كفر نعمة أو كفر نفاق، لا كفر ملة، ومع ذلك يقولون بأن العاصي مخلد في النار. ومنه إنكارهم الشفاعة لعصاة الموحدين. وعليه فالناس في نظر الإباضية على 3 أصناف: مؤمنون أوفياء بإيمانهم، ومشركون واضحون في شركهم، وصنف أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام لكن لم يلتزموا بها سلوكا وعبادة. فهم من المسلمين في أحكام الدنيا لإقرارهم بالتوحيد، وهم مع المشركين في أحكام الآخرة لعدم وفائهم بإيمانهم ومخالفتهم بما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك. لذلك لا يجوز عندهم أن يدعو شخص لآخر بخير الجنة وما يتعلق بها إلا إذا كان مسلما موفيا لدينه مستحقا الولاية بسبب طاعة. أما الدعاء بخير الدنيا فهو جائز لكل المسلمين تقاة وعصاة. ويتفق محدثو الإباضية مع القدامى في أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام هي دار توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. كما أنهم يعتقدون أن أهل القبلة من مخالفيهم كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حلال، وغنيمة أموالهم حلال، وما سواه حرام. هذه على عجالة عقيدة الإباضية. لكن لا غرابة من المغامسي، فهو يمدح البوصيري الذي عنده قصيدة شركية، شرك أكبر مخرج من الملة، طبعا معاندا، يقول: جاءني من ينصحني عن ترحمي على البوصيري، فأقولها الآن متعمدا ومصرا: اللهم ارحم البوصيري. أنا لا أكفر البوصيري، فأنا أترحم عليه. يا رجل، البوصيري بردته الشركية وأنت تدخل في الإيمان، وهو قال الشرك الأكبر. اسمعوا ماذا قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني من علوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعرف الغيب ويعرف علم اللوح والقلم. أعوذ بالله من الشرك. فلا غرابة أن يمدح المغامسي الإباضي، فهو يرد حديث في صحيح مسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل إن أبي وأباك في النار. ماذا قال المغامسي؟
إن أبا النبي ليس في النار، طبعا يرد هذا الحديث. السلف متفقون ومن تبعهم بإحسان على أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويقول إن أبي وأباك في النار حديث ضعيف ومكذوب، والحديث موجود في صحيح مسلم. لا بل ويتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ظنية الثبوت، وأن القرآن هو قطعي الثبوت. كلام أهل البدع من أكاذيب أن اسم الله الأعظم هو الواحد القهار. من أين جاء به؟ ما دليله؟ من رأسه، وهو مخالف لكلام أئمة السلف. بل ويكذب ويثبت صفة اللسان لله سبحانه وتعالى الذي لم يقل به أئمة السلف، وهذا ضلال مبين. يثني على نزار قباني. نزار قباني شاعر عراقي، كثير من الشعر كفر وضلال، تحدي يتحدى المولى عز وجل والعياذ بالله. هذا المغامسي يمدح الصوفي الهالك سعيد رمضان البوطي، يقول في كلام له: الذين يذمون التصوف شر من الذين يمدحونه. وقال: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. لا تعليق. يقول: يا أيها المبارك كن فقيها صوفيا. أما ثناؤه على محمد الغزالي السقا شيخ يوسف القرضاوي، والغزالي هذا معتزلي عقلاني يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، ولا نفتري عليه لأن هو يقول هذا الكلام. الغزالي يقول: إذا خالف الحديث عقلي أرده. المغامسي يثني على متولي الشعراوي. هذا متولي الشعراوي صوفي قبوري معتزلي عقلاني، ينكر عذاب القبر ويحرف صفات الله عز وجل. ماذا يقول عنه المغامسي؟ الشعراوي المفسر الأوحد في هذا العصر. كلكم تعرفون الأزهر وعقيدته الماتريدية والصوفية. المغامسي يثني على الأزهر ويمدح الأزهر ويقول الأزهر الشريف. فلا أدري هل المغامسي ماتريدي يخفي ذلك؟ لا أعلم. لا من ضلالاته أن السامري اللي جاء ذكره في القرآن هو المسيح الدجال. من سبقك بهذا؟ عقله. لا بل ويجيز سماع الموسيقى بشرط أن لا تحرك العواطف ولا تخدش العرف. من سبقك بهذا؟ الدعاء عند المغامسي بالتجارب، طبعا هذا من عمل الصوفية. يقول: متى قلنا التجربة قلناها في الدعاء، ويخصص أعداد معينة 40 مرة كرر الدعاء. يقول: إذا ضيق عليك في الرزق قل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل إنا إلى ربنا راغبون. من أين أتيت بها؟ من كيسه. يقول: طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والله كذب. ثم يقول: من أراد الذرية فليدعو بهذا الدعاء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة، والله كذب. ثم هو يرد على نفسه يقول: وجاءني من ينصحني أن تحديد 40 بدعة، لكنه لا يأخذ به. المغامسي نشر القصة الصوفية الخرافية الموضوعة، وهي قصة الرجل. ذكر القصة أن رجلا أراد السفر وكانت امرأته حامل، فقال: اللهم إني أستودعك ولدي الذي في بطن زوجتي. فلما قدم من السفر سأل عن امرأتي فقالوا إنها ماتت، وفي الليل رأى دخانا يخرج من قبر امرأتي، فسألهم عن هذا الدخان فقالوا: منذ أن قبرناها والدخان يخرج من قبرها كل ليلة. فقال: والله ما علمت إلا أنها صوامة قوامة تقية. فنبش القبر فوجد الطفل حيا وامرأته ميتة، فناداه مناد أنك قلت: اللهم إني أستودعك ولدي، ولو أنك قلت: اللهم إني أستودعك زوجتي وولدي لما ماتت. ثم بدأ المغامسي يبكي تقريبا 5 دقائق على هذه القصة الخرافية الكذبة. يعني حتى القصة تخالف الفطرة السليمة، تخالف العقل، ناهيك أنها تخالف أحاديث، تخالف الدين الصحيح والنقل الصحيح. يعني هذه القصة فيها من خرافات الصوفية ما الله بها عليم: خروج الدخان، نبش القبور، ثم وجد الولد حيا، ثم ناداه مناد. كل ذلك كذب في كذب. فاتق الله يا هذا، وهذا ليس دين الإسلام. والله دين الإسلام بريء من هذه الأقوال ومن هذه الخرافات. أردت أن أبين ضلال هذا الرجل، أحذركم منه ومن أقواله الشاذة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثبتنا الله وإياكم على الحق وجعلنا راسخين فيه ومن الذابين عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.